رسول الذي لا نبي بعده أما بعد. أولا هيا بنا نشكر الله شكرا كثيرا الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا ولا ننسى أن نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المكرم مدير المعهد ورثة الأنبياء، المكرم السادس والأساتذة، ثم متسئلة الطلاب والطالبة المحبوب. طيب، سأكتب أمامكم جميعا عن خطبتي في موضوعها شكر النعمة زيادة الرحمة. الشكر بنعمة الله تعالى واجب للمؤمن، لأن ليس وقت قليل وقليل من نعمة الله تعالى، فهل كل ساعة وكل قبيل نحمده ونستعينه وكل ساعة يصل الدم. أيها الهادرون رحمكم الله، لو نحن نريد أن يذهب نعمة الله لا نقدر أن نسحبها، وهذا مطابقا بقوله تعالى في سورة النحل الآية 18. الآية 18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيها الإخوة رحمكم الله، إن نعمة الله علينا كبير وكثير، والله تعالى سيزيد نعمة إلى من يشكر بنعمته، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم الآية 7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الآية تبينها أن نعمة الله سيزيد إلى من أن يشكر بنعمته، ومن أن يشكر ويكفر إلى نعمته إلى الله.
أيها الإخوة